انا غادي نمشي للبنك نوريكم ديالكم، راه هذا راه حنا بعنا انا ها هو تيسالوني كدا وقدا، ها هو تيدون قدا وقدا، تيغوتو تيزمر، ولكن عمرو ما سمح ديك البنت دوز البنكه باش تعرفوا ما اش عندها عمرو. حتى انه كان تيعويها وكان تيجبد شي فلوس لما تجيب بنتها وتجبد لها واحد 4 5 مليون هادو راه ديالها باقي ما ديتهمش. لا بغيت تاخذي منهم انت كنتي واخا جيتي من الخارج كيفاش تخديتي راه بنتنا، شدي ولا تشدي شدي تعطيها 5000 درهم 6000 درهم ولا تشدي راكي بنتي ماشي شي حاجه. صيفطي لي انت وما صيفطتكش انا لبرا، واخا انت برا ما تهمنيش، ولي ابا صيفط لي ابا بغيت تسمي راسو باها باش يثبتها. هكا كانت تثبت البنت حسب التصريحات ديال الجاره وديال الصديقه ديالها، لانه حتى البنت ملي تجي في 5 ايام 6 ايام تيقلبها، والبنت كانت تجي قليل حتى هي ولا عندها عمل ولا عندها خدمه ولا عندها جري ولا عندها علاقه بواحد السيد بانه بدات تخمم بانها غتزوج به وداك الشيء، توجدوا راسهم تشغلات على واحد الوقت. الام بقات بوحدها، مرضات، الام مرضات في الدار، بقات مشبده في الدار. بقات البنت ديك المراه تزورها وتجي عندها وتعيط البنت تقول لها امك راه مهلوكه بزاف، هضري معاه قول لي كذا كذا، تهضر مع البنت الو مال امي راه مريضه شويه عيانه قالت لك عندها الراس، انا ندوزك هاكي عايش جاوبي بنتك دخلت عليك جاوبي. هذيك اللعيبه ديالهم تعرف انا عشت مع داك التريكيل ديالهم ديك الهضره ديالهم. تجاوب البنت انت تجاوب المراه الو بنتي كي دايره انت يا بنيتي، قالك عندكم الثلج عندك يا بنتي يضربك البرد. لا بنيتي والو راه صدر هذا عليا داك الراس العدو بنيتي يا طامه وامي خذ دوزي ليا شوف ندير طبيب سبيسياليست ديال الطبيب انا نديها ماشي ما نديهاش انا نديها الطبيب خصاصي غنديها لي طبيب نديها الطبيب خصاصي. داز المراه تيديها الطبيب ديما كانت تيديها عند واحد الطبيب صديق ديالو طبيب في الباديه كما تيقولوا تيخرج لها الدواء. ها انت هو خرج لك شوف هادو جوج في الصباح دكتور هادي خرج لك كل الدواء ديالك لكن المراه غادا وتضعف غادا وتترك غادا وتتسم ما بقاتش تاكل ديك المراه. الجاره تقول لبنتها شوفي خصك تجي امك راه ما بقاتش تاكل، امك راه ضعفت، امك راه تهلكت، امك راه كذا امك راه كذا. جات واحد المره البنت وجات ولقات بها في واحد الحاله قلت لها شدت الام قالت لي نديو الطبيب داتها لواحد وريني الطبيب اللي تديها. هو عنده شي 3 ولا 4 الاطباء، مره عند هذا كما تقول المراه، مره كما تقول الصديقه، مره يدي عند هذا مره عند هذا. البنت بقات تقلب في الدوسي ميديكال ديالها، ذاك الملف الطبي بقات تقلب فيه البنت تلقى هذا الطبيب شكون هذا الطبيب هذا الدكتور فلان هذا راه اش عنده ديتها هذا اختصاصي هذا ديتها عند اختصاصي ها هو. قالت لي انا غنشوف هذا الاطباء. مشات عند واحد الطبيب قال لا انا جابها لي الولاده، انا قال لك متى تولد قال لك نشوفها لي واش متى تولد ولا باقا غتولد ولا كذا. وقلت لي راه مراه عاديه اييه، وقال لي عندها شويه العيا وداك الشيء خرج فيها الدواء. الطبيب الاخر مشى عندي قال لك انا جابتها لي الودن ديالها، كان عندها مرض في الودن وتشد راسها وشقيقه وكذا. اما المرض شي طبيب داها اللي قال هاد المراه كيفاش تطلع في الصحه ديالها، شي طبيب طلب تحاليل واش يطلب ما كاين شيء، غير دوك الاطباء ديال دوز من تما دوك اللي تيعطيك الدواء قبل ما تقول ليه المرض ديالو. كنا في المخيم فاش كنا صغار، نعاود لكم الاطباء هادو واحد المستملحه. كنا في المخيم فاش كنا صغار، والمخيم كنا تنمشيو وتنبقاو في ذاك الوقت شهرين ديال المخيم على جنب البحر، شهرين مخيم كان ديال الشباب والرياضه ماشي ديالنا. تاخذوا ولاد بؤساء ولاد كذا ساكنين حدا دار الشباب تيقيدونا، وكانوا القياطن تيدونا القياطن في مهديه بزاف، وانا كنت من المراهقين ديك الساعه، واحد الطائفه مسمينهم مراهقين تقريبا شي 30 واحد، وشي اخرين كلهم بنات ودراري صغار، وحنا تنعاونوا لك المونيتور، كنا تنعاونوا الكوزينه تنمشيو نقيو الخضره زعما المراهقين، قرايه ما كايناش تنديروا هذه ندفعوا بالبرويطه نجمعوا الربيع المراهقين زعما تيخدموا، عندنا حريه شويه وعندنا قيطون ديالنا خاص وعندنا. وكان واحد السيد تيولي الطبيب كان تما داير واحد ديال الاحمر قيطون ودير بيرو عنده واحد الصناصه، هو الطبيب زعما طبيب القرب ديال المخيم اللي هو كان من بعد كبرنا عرفنا طبيب ما والو، كان خدام في الخيريه سي بوشعي مسكين الله يرحمه ما كان طبيب لا والو، كان فيلملي في الخيريه، كان عنده واحد الطابليه تتصل حتى رجليه، دوك الطابليات ديال دوك الفيلمليين ديال الحرب العالميه الثانيه تشوفوهم الطابليه حتى هنا هابطه، وعنده واحد حزام من اللور كان تيهز ديك الصداع تيبقى زعما وسط المخيم تيدور اجي انت اجينا نشوف على عينك تيشوف عينيك تيداو غريب هذا الزنقه شي واحد اجي انت نشوف يدك دير هكا ما دير يدك صوت فارق تما حاجه تقول لك الطبيب. وكنا بعد المرات شكون اللي مريض تيهزوا صباعهم كاع اللي يصبح مريض، شكون اللي تيضرب تيديهم مثلا 10 ولا 12 تيديهم ليه الكيطون تيوقفون قدام باب الكيطون بحال غير واحد الباب، وكان تيدخل داك الشيء بوشعيب الله يرحمه مسكين. هو ما كانش تيداوينا حنا ما كناش تنمرضوا، هما تيكذبوا هما تيكذبوا علينا وتيبقى زيد انت زيد سميتك دريس هاك
باقي ما هضرتيش، باقي ما قلتيش مالك. حتى تقول لي انا تضرني كذوك، صافي سير. حيت كان تما واحد البيرو داير فيه شي شويه الدواء، فارماسيان تما، ماشي فارماسيان، داروا فيه الدواء، كانوا بعدا تيحترموا احسن من دابا المخيمات، تيديروا فيه شويه ديال الدواء، تندخلوا عند واحد البنت لاله لطيفه، تقول لك نشوف فاش عطاك تما سبيرين هاك، تدينا بحال الحلوى، تدينا 4 في كويريط هاك، صور هذه ورا بالك خرج سيد الاخر اش عطاك، هو كان هي تقول اش عطاك عندها داكشي، هو تيعطيك داكشي اللي عندها، هو طبيب تيعطيك داكشي اللي عندها ما يفوتهمش، وهو غير تدخل قدامه تيبدا يكتب الدواء، باقي ما هضرتيش، باقي ما قلتيش تماك زيد هاك سير عندها، تقول لها تضرني هو صافي سير عندها. هذا هو الطب اللي كان تيمشي له هو باش يدوخ ديك المراه، وجاب عليها شي دوايات وتيعطيها. البنت دات عند واحد الاختصاصي قال لها الام عندك انا خصنا ندير تحاليل، داو لها تحاليل ديك السيده، وداو لها تحاليل معمقه، قال لها انت انا عندك تسمم في الاكل، شحال وانت تكمل هادشي؟ قالت لي انا السيده راه جايه دابا 6 سنين ولا 7 سنين. ايوا انت عندك تسمم، والتسمم راه هلكك في الدم ديالك وكذا وكذا، هذيك الكورات الحمراء تيتحيدوا، قد تعطي شي السيدات تقول شفتي انت عمرك ما ديت عند شي واحد التحاليل، عمرك ما ديتها كذا ما ديتها كذا. المهم عرضوها التحاليل، عرضوها اختصاصي، خاص خليها واحد الدواء تشرب، تاكل كذا. هو كانت مع هذيك الصديقه ديالهم، جات معها هي اللي تتعاونها، تيقول صافي، تيقول طب تعطيها هذه في الصباح هذه في العشيه، كانت تيقول لها انا صافي كلها انا نعطيها. هذيك صاحبتها قالت له ودي شوف الله يرحم والديك انا بغيت نضحي ونجي عند السيده صاحبتي تجي تشوفها يخليني انا كنا نطلع عليها ونعطيها الدواء ديالها، بحال السيده تقول انا ما تيقاش فيك، تتبين قدام ديك البنت بان انا ما تيقاش فيه. هو شاف راسو داك الطبيب عطي ديك الادويه، قال له واخا جي بقي تعطيها لها، بقات ديك السيده تجي تعطيها الدواء، ولكن هنا وقعت حوايج اخرين، ولا تجي تقول لها لا باس بخير لاباس، لا عطيتها ديال الصباح، عطيتها شربتي ديال الصباح، عايشه شربتي ديال الصباح، عطيتها ديال الجوج، عطيتها جوج من هذيك وواحده من كذا. السيده مسكينه معايا كتقول لها اي اخرى تقول لي خليني تنجي ونعطيها لها انايا، انا نعطيها لها خليني تنجي انا، عطيتها لها واش نقول نرجع كنت تقول ساعه جايه، بقات يعرقل السير ديال داك الدواء ما يتعطاش ديك السيده بالطريقه اللي بغا هو. قبل تهضر من ليه با وعطي السيده هي تقابل لي الدواء، وراه الدواء تتقابلها ما تتقابلهاش، ولا راه ما تجي تعطيها الدواء وانا عطينا الدواء مشى بزبد فلوس تقول لها كي دير دارك وانت يودن هكا هاد التخربيق والحراميات ديالو. ماتت المراه ماتت. ديك السيده كانت هي اللي وقفت عليها، راسلت هذيك صاحبتها وبكات عليها، ولا من احد يبكي عليها لان البنت مسافره، وجاو ويعيطوا البنت قالوا لها ماتت، قالت لهم انا غتخلوني واحده مع الخدمه ندير نساق ونجي، قالت لهم المهم حنا غندفنوها ما نخلوش امك هكا. مشاو دفنوا المراه والبنت جات من بعد واحد 10 ايام عاد جات ديك السيده قالت لها انا اختي انا اش نقول لك، انا الدواء حيدوا ليا ما بقاش تعطيه ليها، امك كما قالت لك نهار عندها تسمم، اختي انا هذا السيد ما بقاش يخليني ندخل حتى للدار، سيتو ديال من الاخر ما بقاش يخليني ندخل، ما بقاش كل ساعه في الدار، تنجي تقول لي خليها مريضه، خليها راه ناعسه، وتدخل علينا على 10 الصباح، واني الله يرحم والديك ولا تبعدني من الدار، وما يمكنش ندخل عنده للدار تيحرمني، ولكن امك ما عنديش نتصل بها كيفاش تهضر معايا ولا كذا ولا كذا. انا ما لقيت كي ندير، حتى جا دق عليا قال انه المراه ماتت. السيده مشات صافي مع البنت، جات عند وكيل الملك، جات عنده قالت لي سيدي عاودت لك كيما عاودت لكم هادشي اش كاين، وها هي معايا السيده الصديقه ديالها تيتعاود لكم. السيده دخلت قالت لي سيدي راه كان تيكذب علينا في الاطباء، لقينا شي اطباء تيمشي عليهم خارج المدينه ماشي هنايا، راه دانا عنده واحد في العروبيه، ودانا عنده واحد في التازي، ودانا عنده واحد كذا، شافتهم البنت تيهرب البنت من الاطباء ديال المدينه، عمره ما دار لها تحاليل، عمره ما كذا البنت المراه عندها تسمم، والمراه فاش عندها تسمم وبان التسمم ديال خرج الدواء، اتفقنا باش نعطيها الدواء انا ومنعني نعطيها الدواء ومنعني نزورها، حتى انه السيده ماتت وما بغاش يعلمنا، حتى طلع النهار وطلع حتى غدا مع الوحده ولا كذا، عيط علينا مع 12 عيط علينا باش يدفنها مع الظهور. هذا السيد كذا الطبيب اللي جا شاف السيده ميته، شافها ميته. انا الاطباء تيجيو ديال المكتب الصحي ما تيجيو باش يشوفوا شي واحد، تيدخلوا باش يشوفوا واش مريض واش مات، لانهم عندهم العلامات ديال الموت. هو اي تكون البؤبؤه ديال العين الوسطانيه كبرات مثلا، تيكون الصفوريه في الظفار، التنفس ما كاينش، كيدير واحد الدجاجه صغيره على الفم التنفس، القلب واقف، راه كاين واحد العلامات ديال الموت وهي متعدده. اما الناس اللي كانوا كري الله يرحمهم مساكن، شحال من واحد مات هو كوما، شحال من واحد مات هو مريض، شحال من واحد دفنوه، شحال من واحد دفنوه وحي، شحال من واحد دفنوه بكري وحي، قالوا تيقطع الهضره تيقطع الكلام الله دفن. الحمد لله اليوم ولا تيجي الطبيب ويعطي معاينه ديالو ولا هاد السيده ميته ما يثبت بان ميته. قال لهم طيب شنو تطلبوا مني دابا؟ قلت يا سيدي انا امي ميته بالتسمم، خصنا نعرفوا شنو التسمم اللي كانت تاخذ امي بقات اللور، امي كانت تكذب علينا وتيقول لنا وفي الجدي واحد القضيه ما قلتش لكم، بعتذر بان ديك البنت لما جات بالموت ديال ما من بعد 3 ايام الحضور ديالها في الدار وهي معاه تما وداكشي، قالت لي عافاك دوك الوريقات ديال امي، قال لنا الوريقات ديال البلاد وديال الدار
ودير ديك البهايم ودير داك الشيء، والوالد خلى الفلاحه راه 5 قطارات وراه ملك، وداك الشيء كله بقى عندك انت. فين هو؟ قال لي هذا راه نقول لك واحد القضيه، انا راه بعت شي مع امك الصراحه، انا مش تبغي ذاك، لا نوضي هذا الشيء هذا راه يضيع، نوضي بيعيه، وراه بعتو ليا، هي قالت لك بغات تبيعو، بعتو ليا الفلوس في لابنك، كيف في لابنك؟ شنو بعت لك؟ بعت لي قطارات، انا بعتهم ليا. كيفاش بعت لك قطارات؟ بعت لك البايم، بعتهم ليا، سيدي بغيت تموت، قالت لي انا بغيت شي حد، شوف لي شحال يشري من عندي هذا الشيء، لا انا ولا راجلك شفتو انا اوف. هذه القضيه مازالت قالتها الوكيل الملك. وكيل الملك اولا دار لوكزيماسيون، اي انه اخراج جثه، اخراج جثه، قلبوا الجثه واسباب الوفاه. نعم داروا اخراج جثه، خرجت الجثه، خرجت الجثه. وتيقول لي الراوي اللي حكى لي هذه القصه هذه وهو عميد الشرطه، قال لي خي خراز تكلف بها واحد الطبيب من دوك الاطباء اللي كانوا في المكتب الصحي، رجل بايع الماتش كما تيقولوا، شويه الطاسه شويه كذا، ما عطيش اهميه. ولكن هذاك السيد في المعاينه ديال جثه قال هذه السيده هذه عندها واحد لاصوص كبيره ديال التسمم، هذه ميته بالتسمم، وعندها واحد لاصوص كبيره ديال التسمم في الدم ديالها وفي الجسد ديالها. بون وكيل الملك طلب بان معاينه مضاده يعاودوا يصيفطوا دوك العينات كلهم، يصيفطوهم للباستور، اي مؤسسه باستور كانت في الدار البيضاء اللي هي المشرفه على، هي اعلى سلطه اللي بغينا نقولوا في التشريح في المغرب. عاودوا يصيفطوا من تما اكدوا لهم بان السيده تسمم بماده قاتله كانت تاخذ هذه السيده وكذا 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 وكذا. انا بلا ما نكون الماده اللي كانت تعطيها لها السيده مريضه بالتسمم، ماتت بالتسمم، تسمم مفرط في الجسد ديالها في العينات اللي عطاو. سيرتو في الايام الاخيره قبل ما ديرها كانت خدات عينات كثيره. القضيه تحدث على الشرطه القضائيه، التعليمات ديال السيد وكيل العام. اذا سمحوا لي واحد المكالمه قطعتها، العفو. السيد وكيل العام عطى تعليمات للشرطه القضائيه. الشرطه القضائيه بدات البحث ديالها، صنتت البنت اولا هي كضحيه، صنتت الصديقه ديال اللي اكدت بان هناك شكوك تحوم حول الوفاه ديال ديك المراه. عيطوا لي هو، منين بداوه؟ ما بداوش واش عطيتيها وما عطيتيها، بداو ارانينا الاملاك اللي خلى الراجل المراه اللي قالت تبعتهم لك، عطينا واش تبعتهم لك، واش جبتي انت المراه ما تبقاش تنوض، واش جبتي انت العدو للدار باش كتبات لك البيع، واش ديتيها انت عند النوتير باش كتبات لك البيع، وكيفاش هذه القضيه هذه؟ قال ما سيدنا كتبات ليها وما جاب كتابه، جاب جوج عدول تيقولوا بان السيده تتبيع الاملاك ديالها وقد قدا وقدا. القضيه دازت عند القاضي بان بعت ليه. الان اخوان ديال الشرطه القضائيه تفحصوا هذاك المعطيات اللي عنده، وعمقوا البحث معاه تلقاو ديك الوثائق مزوره، حتى الطابع ديال العدول مزور، كلشي مزور. عيطوا لك العدول اللي قال هو، قال نجيب لنا العدول اللي قال هو، اي قال لهم كان جوج عدول. مشى جاب واحد جوج الناس قال لهم هادو هما العدول. جوج الناس ما عندهم قضيه، ما عندهم معرفه لا بالعدول ولا بمربيه، ما عندهم علاقه حتى بداك الشيء. جوج الناس جابهم واحد المدينه بلا ما نذكروها، خارجه على المدينه ديالهم بواحد 40 كيلومتر، جابوهم واحد العربيه جوج، جابهم واحد كان خدام مع العدول تيكتب لهم تنسخ داك العدول من تيعطيه المعطيات، هو تيخرج لك الكاريط، والاخر صاحبه خدام معاه، لما تيمشيو للسوق تيمشي مع السوق، ما تيمشي العدول للسوق حيت كان العدلان تيمشيو للسوق تيكتبوا الناس الجواج داكشي ديال العربيه، كان تيمشيو معاهم غير مساعدين، دوك الجوج لاعبين في هذه القضيه هذه. جاو بحثوا معاهم على الطابع على كذا على هذه على كذا، تلقاو تصوير ثابت وتام، تصوير ديال الوثائق، هذوك الجوج هما اللي خدموا العمليه ديال التصوير بدون حضورها، عمرها ما شافوها، عمرها ما جاو عندها. السيد في هذه النقطه اعترف بانه زور القميدير، لان هذوك شاهدين فيه، هو اللي جا وحنا درنا معاه وعطيناه وكذا ودور معنا وطبعنا عليه الطابع ديال السي فلان، السي فلان جا قال لنا الطابع ديال عمرنا ما شفت طبعت انا عمري ما طبعت هذا الشيء، شو عسلتوا لي طبعا كذا كذا كذا. السيد زير، ولكن عمقوا معاه البحث وتبين بانه قال انا كنت واحد السيد من المرضات وتمشي عند واحد السيد تعطيني شي عشوب تنطيبهم تنعطيهم ليها، ديما تنعطيهم ليها. شكون هذا السيد اللي تيعطيك العشوب؟ شكون هو تيعطيك العشوب؟ انا واحد العطار قلت له ديال المراه عندي مريضه بزاف وكذا 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 وكذا، وعطاني مشى جاب واحد العطار تيقول عمر هذا السيد ما عطيتو شي حاجه، انا عمري ما عطيتو، هذا السيد تيكذب عليا، انا ما يمكنش هذا السيد نعطيه شي عشوب اللي هي مميته او كذا او كذا او كذا، وانا ماشي طبيب، هذا كذب عليا. مواجهه بينه وبين العطار وفيه فوق عطيني فوق جيتي، الى نهار جيتي عندي شنو معرفتي بك انت كاع فين نعرفك تجي عندي وتتمني انايا وكذا وكذا. هنا السيد وحل وما بقى ما يعطي الراس، وقع بين التزوير واتهام بالقتل، وهذاك التزوير اللي ثبت عليه زاد اكد كحجه بانه ساهم في الموت ديال هذه المراه هذه، في التسمم ديال هذه المراه هذه، رغم انه بقى محتفظ ما بغاش يقول شنو تعطيها، ولكن قال عطاني واحد العطار وكنت عطينا نوع ديال العشوب، عطينا يلا نمشيو للدار واش باقي شي عشوب داك اللي عطاك، لا ما بقاوش، ورينا كيدير هذا العشوب، راك تطلب ليه، ولا تيكذب اطرافير، وتقدم دوك التصريحات ديالو امام النيابه العامه.
دوك العدول المزورين خدوا 10 سنين ديال الحبس، هو خدا 25 عام. وارجاع الممتلكات البنت الوارثه، رجع الممتلكات ديالها ان كلشي مزور، كلشي ضرب في الزيرو. هذا السيد هذا مشى للحبس، هذا السيد هذا من الناس ديال الفاتحه، جواج بالفاتحه. هذا السيد كان طور واخد هذيك اللعبه ديال جواج الفاتحه، لانه ما تيولد شيء وضرب الاولى والثانيه والثالثه وحده فيهم ماتت. واش هذيك اللي ماتت؟ السؤال واش ماشي تيقتلها مسكينه؟ يمكن تيقتلها، يمكن تدوز التسمم، ولكن دازوا من بعدها جوج غبرات السيده. ويمكن الدوله املاك ديالها حتى هي، يمكن ما كانش تعمل البحث في هذه المسطره. اما كان تعمل البحث كانوا رجعوا لك السيده، رجعوا. حنا نيت براسنا كنا في القضاء بعض المرات تهمنا واحد الجريمه كبيره او جنايه وتنتغطاو او ما تنعرفوش نبحثوا على الماضي ديال السيد، ربما راه ديال اكثر من داك الشيء هذاك. لانه خصكم تعرفوا بان الضنين لما تيكون عند البوليس كان 48 ساعه تنزيد 24 ساعه. شحال من مره هذا الوقت هذا ديال البحث ما قادش هذا الوقت ديال البحث، ما تيقد شيء تيجعلنا نجمعوا ديك الجنايه ونكملوها ونعطيوها لقاضي المحكمه، تعطيها لقاضي التحقيق. وحنا بعض المرات نبقاو نقولوا هذا يكون بحثنا معكم خرجنا منه العجب، هذا يكون هو اللي دار هذه هو اللي دار، ما تيكونش عندنا وقت. ولكن هنا تنقول الواحد تنقول ضباط السلطه القضائيه، شي واحد مثلا قدمتي عليه واحد الجنايه وشاك فيه على واحد اخر قبل، يمكن لك تطلب تخبر بواحد تقرير، تخبر به السيد وكيل العام بانه لا يستبعد ان هذا السيد راه هو اللي كذا كذا، باش تعطيك واحد تقول لك استئناف البحث، متابعه البحث، تعطيك خصك باش تتبع البحث ديك القضيه القديمه اللي يمكن لك واخا هو في الحبس تتبع هذيك، ربما توصل عليه تلقى هو هذاك راه مجرم دار جريمه اخرى قبل بحال هذا، مات وحده كيقتل هذيك قتلت هذيك واستولى على الاموال ديالها. ولكن ربي كبير بجاه ديك البنيه اللي بقات تدافع، وبجاه ديك الصديقه الوفيه ديالها مسكينه كانت تتبعها في حياتها، تتبع المرض ديالها، ما بغاش تطلق منه، الحمد لله ما قتلها شيء، ما بغاش تطلق منه حتى جابته في الديس ومشى للحبس. نتمنى من الله الرساله تعجبكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله.